هادوما اسهل محاجب ممكن ديروهم سواء المبتدئات ولا اللي موافين يخدموا العجين. ما عليك غير طمي العجين تاعك وتخليه يريح وروحي قرصيه وبداي تخدميه مباشره بلا دلك بلا تاع بلا شقه بلا هم يحزنون. اسهل محاجب في العالم بواحد العجينه كي نقولكم مطاطيه تتكسل من الشرق للغرب وراح تاخذ لك الطوع. جاو محاجب وعليهم الكلام، يعني مع هاد البروده اللي راهي ومع الدراري راهم فاكونس هذا واش يوالمهم. ديروهم وحمروا وجهكم بهم سواء مع افراد عيدكم ولا مع ضيوفكم. وصفه رائعه جدا، يعني اسهل من هاد المحاجب ما راحش نقدر نزيد نوفرها لكم. ودرتهم لكم بمقادير جد مضبوطه سواء العجين ولا كيما حبيتوا. راح نشرح لكم بشرح موضح. تابعوا برك معايا الفيديو ونتوكلوا على ربي. بسم الله على بركه الله. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. غبت عليكم وعاود طليت عليكم بهذا المحاجب اللي حنحضرهم لكم بطريقه سهله. سهلتها عليكم سواء المبتدئات ولا اللي يعني كبارات ولا اللي خدامات ولا اللي مزروبات. هذه عجينه ماجيكيه البنات، ما تراطيوهاش بزاف هايله. كما شفتوني درت كيلو تاع سميد رطب، استعملت نوعيه جيده، استعملت نوعيه الساحل، ودرت معها 2 كيسان تاع فرينه 220 مليلتر. علاش ندير الفرينه؟ ندير فرينه كي نعرف روحي بلي ما حش ندلك العجينه، وكي نعرف روحي حندلك نستغني تماما على هذوك 2 كيسان تاع الفرينه وندير كيلو تاع سميد. درت شويه تاع الملح ودرنا رشه خفيفه، يعني رشه خفيفه تاع خميره الحلويات اللي راح تساعد العجين تاعنا يتنفخ ويعطينا هذاك التوراق. يعني ان شاء الله تكون واضحه المقادير. حكمت الكاس تاع 220 مليلتر، بديت نطم به العجينه تاعي. الماء يكون دافي من احسن باش يساعد العجين تاعنا ينطلق. اما كميه الماء اللي استعملتها، استعملت 4 كؤوس تاع الماء. الكاس الرابع نكمل نخدم به تدريجيا ونطمها بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا في الفيديو، غير بدبازي، ما تدلكي ما تتعبي، ما حتشقي كامل في هذه العجينه. صراحه نتيجه مدهشه من هذه العجينه كامل راح توالمكم. راني في الكاس الرابع وكنت تشوفوا فيا راني نضيف فيه تدريجيا ونحكم وندير بالدبازي بهذا الشكل هكذا. كل ما نطبق ندير بالدبزه كأن رانا ندلكو فيه. وكي يكون سميد نوعيه جيده راح هو اللي يخليكم ما تسحقوش كامل تدلكوه، تخلوه يريح، تعاودوا ليه ديروا له 2 خطرات 3 بالدبزه، تعاودوا تخلوه يريح شويه، راح يعطيكم الطوح. علاش دائما ناكد لكم على نوعيه السميد. فوالا بهذه الطريقه حتى نطموه ونجمعوه. انايا راح نغطيه بالغيسيبيون في نفس المكان كما راكم تشاهدوا فيه، ونعاود نولي ليه بعد مهله، يعني حوالي نقولوا هكاك 20 25 دقيقه نولي ليه. هنايا بالنسبه للتشكشوكه تاعي كنت دائما درت معكم عده وصفات تاع التشكشوكه تاع البصل وكل واحد كيفاش يطيبها. عندي هنا في مقله درت الزيت، درت كميه من البصل، نتوما شحال نتوما حديروا من حبه تاع محاجب. درت معاها حوالي نقول هكا 5 سنينات تاع توم كبار، ندير معاها فلفل كحل، شويه عكري، شويه زنجبيل، قزبر، وندير رشه تاع السكر، ملعقه تاع طماطم مصبره والعكري. ومن بعد راح نخليها طيب كامل، ندير شويه ماء الا كان خاصها ونطفي عليها ونخليها تبرد. من جهه اخرى شوفوا العجينه تاعنا كيفاش تكسلت يا البنات، شفتوها كيفاش كانت مقبل؟ شوفوا الله يبارك، شوفوا كيش بدات تاخذ الطوع، شفتوها؟ قلت لكم عجينه ماجيك يا اخي، راكم تشاهدوا بعينكم تقولوا بالك دلكتها ما نسيتهاش مسه بعد ما خليتها. هدا راني نمس فيها. نكمل بهذيك الكميه تاع الكاس تاع الرابع مقبل، هو نفسه دائما راني نكمل به ونضيف هكا تدريجيا، ونحاول اني ندخل هذاك الماء. مانيش ندلك البنات، ما هذا ماشي دليك، راكم تشوفوني نحكم بالاصابع وندور. ديك الطريقه تاع الدليك تحاولوا انكم تحلوا العجين. بالنسبه للكميه تاع الماء استعملت 4 كيسان تاع الماء، كملتوا هذاك الكاس تاع الرابع. شوفوا كيفاش راني نحل العجينه بالاصابع تاعي، نحلها حلوها الماكسيموم، حلوها. هنا خلاص العجينه تاعي سي بون، راح نقرصها ديريكت. علاش قلت لكم سهله بزاف جو طميه برك تخليه يريح شويه وتقرصي كيما قلت لكم في اول فيديو. حكمت بلاطو، قرصت القرصه تاعي حوالي 80 غرام. نتوما واش تحبوا الحبه تاع المحاجب تاعكم ولا المسمن، يعني هاد العجينه فاش مليحه تقدروا ديروا بها مسمن، محاجب، رقاق، واش تحبوا. شوفوا والله باك شحال خرجت لي من حبه تاع، انا درت نص محاجب ونص مسمن يعني للامانه. كيدا انا ندهنهم ونغطيهم ونخليهم يريحوا برك يعني بعدوا بيناتهم باش هكا ما يلصقولكمش بعضاهم. هنا شوفوا اول شيء راح ندير لكم حبه فوق ورق الطهي، خاصه المبتدئات اللي ما يعرفوش يرفدوا الحبه كي تكون كبيره نديروها فوق ورق الطهي. ورق الطهي قطعته مربع، يعني ما يهمش شحال يكون كبير ولا صغير. ندهن كامل هذيك الورقه تاع الطهي بالزيت من سطح العامل
هاي ديك القرصه الاولى رفتها معاكم، وشوفوا العجينه بسم الله ما شاء الله تاخذ الطوع، قلت لكم تتكسل وحدها. نحكمها ونحلها هكا نسبق في الاطراف. دائما نقول لكم هاد الملاحظه، سبقوا حلوا الاطراف، خلوا الدائره حوالي 10 ثواني ومن بعد راح تفتح معكم كيما تحبوا ترفدوها وتحلوها، ماشي مباشره غير تبداي تحلي فيها كتبداي ترفدي، خاصه كي يكون العجين فيه العلك. خلوه يريح شويه بعد ما تحلوها ومن بعد بداو تفتحوا فيها. عليك نخلي دائما الدائره تريح شويه، شفتوني كوبيت ونخليها تريح ونبدا نحل فيها. شوفوا الله يبارك، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني نتيجه واضحه كما راكم تشاهدوا، ما يتقطع معاكم ما والو، يعني الله يبارك. حليت على شكل دائره ومن بعد نبدا نشكل فيها على قيس هذاك البابي كويسون تاعي باش تجينا شكل مربع، نطبقوها على 2 ونديروا هذيك تشكشوكه تاعنا بعد ما تكون اكيد بارده. وانتم واش تحبوا، حبه معمره ولا ماشي معمره. والطاجين تاعي راني مسخناته على نار متوسطه، ماشي قليله وماشي قويه، لازم تكون متوسطه باش طيب معنا حبه محاجب وما تحرقناش ويجينا داك اللون الشباب اللي كامل نسخفوا عليه. ونغلقها بهذه الطريقه. راكم تشوفوا العجينه رقيقه فريمون رقيقه. ونحطها مباشره فوق الطاجين اللي كان مدهون برشه هكا تاع الزيت باش ما تلصقش معانا، ونقلبوها بهذه الطريقه. ونزيد ندير لها رشه خفيفه تاع الزيت، ما تكتروش بزاف، يعني بخه هكذايا باش ما يجوش يقهموا، ماشي كيما المسمن. نخليها حتى تبدا تبيض شويه ومن بعد باش نقلبها. دوك تشوفوها باللي صفارت وتبدل اللون تاعها. شوفوا الله يبارك، ديجا مازال ما قلبتهاش، شوفوا كيفاش نفخت معانا، يعني ما شاء الله. قلت لكم هذيك الرشه تاع الخميره تاع الحلويات تخليها تجي منبله منفخه مورقه مقرمشه ما شاء الله، وتزيد تعطي واحد الاحمرار هايل للمحاجب ديالكم. نقلبوها مع بعض. شوفوا الله يبارك، شهيتكم في الجنه صراحه. نتيجه راهي واضحه في الفيديو بلا ما نزيد نهضر. راكم تشوفوا شحال سهله العجينه، ما يعني ما كاش اللي تعجز عليها ولا ما تنوضش ديرهم. انا حنحط لكم فيديو على البكري، نتوما تقدروا تحضروهم للعشاء ان شاء الله ولا غدوه ان شاء الله، ولا معاهم في العطله دراري ومع البرود، مع كاين بلايص لهم فيهم الثلج وفيهم مازال عندهم البرد بزاف، حاجه سخونه هكا مريحه بزاف بزاف، يعني الحاجه تاع العجين وحاجه هكا كامل توالم في هكا في البرد حتى طيب معنا من الجهه الاخرى. شوفوا يعني جا اللون موحد ما شاء الله. نزيد نشكل معكم وحده، هنا حليت وحده اخرى ونحلوها بنفس الطريقه، ونديروا هكذا وحده جهه مقابله جهه، ونديروا التكتوكه تاعنا. التكتوكه تقدروا تزيدوا ديروها فرماج كما شاركت معكم عده وصفات، تقدروا ديروا فيونداشي دجاج اشي هكا باش تزيد تجيب بنينه اكثر. انا ساعات نحب ندير لهم فيها دجاج اشي، يزيدوا يجوا بنان دوك محاجب مع رشه هكا تاع فروماج هايلين، يحبوهم تاني هكذاك الدراري. ونحاول اني نغلق على الحبه تاعي بهذا الشكل. غبت عليكم البنات، لا غالب، يعني عندي ظروف، عندي الوالد تاعي راني منهاره جدا جدا جدا، لكن حاولت اني ساعه نطلع عليكم هكذا. الله غالب، ما قدرتش نستوعب الفكره انه نشوف الوالد تاعي هكذاك تعبان، ويعني كل قدري ديري له والو، يعني تشوفيه يتعذب ويتالم. ان شاء الله برك ربي يخف عليه هذا ما كان، وربي يشفي جميع مرضانا وربي يرحم موتانا ان شاء الله. ما تزعفوش عليا برك، راني ساعه نطلع عليكم مهما يكون الحال، ساعه كنطلع على خياتي واللي يحبوني واللي يتبعوني واللي راهم يسقسوا على الوالد تاعي. ربي يجازيكم كل خير، قعدوا غير تدعوا له ان شاء الله ربي يخف عليه هذا ما كان، ان شاء الله ان شاء الله ما يتعذبش هذا ما كان، امين يا رب العالمين. هذه نتيجه تاع المحاجب تاعي كما كنتوا تشوفوا، جاو ما شاء الله البنات على حبه، جاو حميمرين ما شاء الله، جاو طريين. اللي يحبوهم مقرمشين كما انا تاني نحبهم مطاجين، نحبهم هكاك مقرمشين مطاجين. واللي يحبوهم هكا طريين ياكلوهم هكذا. كاين بزاف كل واحد كيش يحب ياكل الاكل ديالو. جاو هايلين يا البنات، مورقين طريين خفاف، يعني ما يجوش مزيتين ما يقهموش، وميم تحبوا تحطوهم في المجمد تعاودوا ديكونجليهم يقعدوا هما. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه السهله اللي جبتها لكم، ولا جربتم قولوا لي واش رايكم فيهم. ما لي نقول لكم غير انتظرونا في مواد اخر وفي فرصه اخرى، واللهم اشفي الوالد تاعي امين يا رب العالمين.